رفضت الزواج وهي مغربية فقيل عنها كاهنة وحمقاء، فجرت الأيام وجرت، فهل كانت جنية أم ملكة؟ ويلاه من عالم الملكات والنساء. تحدثنا في المقطع قديم عن ديهية الكاهنة الأمازيغية من الأوراس والتي أصبحت ملكة، واليوم أتحدث عن زينب بنت إسحاق النفزاوية الأمازيغية من مدينة أغمات في المغرب، ملكة من العيار الثقيل، وجدت عام 1039 للميلاد في عهد إمبراطورية المرابطين، وتعد مثالا للتحمل والصبر، إذ تهجرت مع والدها كثيرا إلى حين استقرارهم في مدينة مراكش عام 1072 للميلاد. وبسبب جمالها الفائق الغير معقول وصفت بأنها ليست من البشر. هنا بداية قصتها، إذ تهافت عليها زعماء القبائل للزواج، لكنها رفضت، حاملة حلم ملكة تتزوج ملكا للمغرب بأسره. ترقبوا المقطع المقبل، ولا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.